السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم ان شاء الله البنات، قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنتمنى ان شاء الله تشاركوا في القناه ديالي وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الكيكه بحجم عائلي بالبرتقال. يعني حنا في واحد نستغلوا الفرصه مادام حنا في واحد الوقت اللي كيتواجد فيه بزاف البرتقال، نحاولوا نديروا فيه بزاف ديال الوصفات. هاد الكيكه البنات كتجي اسفنجيه وكتجي لذيذه بالمذاق ديال البرتقال والحامض. يعني كنضيفوا ليه الحامض وكنديروا ليها واحد الكلاصاج من الفوق بالحامض، وغادي تشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال التحضير. كنتمنى البنات تعجبكم الوصفة. ما تنسوش المشاركة، ما تنسوش البنات تعليق، وما تنسوش اللايك. يلا على بركة الله البنات، غادي نشوفوا طريقة ديال التحضير ديال الكيكة ديالنا. بسم الله على بركة الله. غادي نشوفوا المقادير اللي كنحتاجو في الكيكة ديالنا. الكيكه يعني سهله التحضير، يعني ما كتحتاج بزاف ديال الوقت، وبحجم عائلي، وكتجي لذيذه جدا، و يعني كيكه يوميه. ولا على بركة الله كنحتاجو الكاس ديال العصير ديال الليمون او البرتقال، كنحتاجو الكاس ديال العنبه ديال الزيت، كنحتاجو الكاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، كنحتاجو 5 ديال البيضات بحراره الغرفه، وكنحتاجو 200 غرام ديال الدقيق، وكنحتاجو القشره ديال البرتقال، وكنحتاجو 2 معالق كبار ديال العصير ديال الحامض، وجوج خمارات ديال الحلوى. يلا على بركه الله. كنحتاجو الكاس ديال الليمون، الكاس ديال الزيت، الكاس ديال السكر سنيده، 5 ديال البيضات، 200 غرام ديال الدقيق، كنحتاجو القشره ديال البرتقال، كنحتاجو 2 معلقات كبار ديال الحامض، وكنحتاجو 2 خميرات ديال الحلوى، وكنحتاجو المول البنات على هذا الشكل. يعني يمكن لكم تستعملوا اي مول تواجد عندكم في الدار، انا غادي نستعمل هذا الشكل. ولا على بركه الله البنات، غادي نبداو الكيكه ديالنا. دائما كنبداو البنات بالبيض، يكونوا بحراره الغرفه باش تجي لكم الكيكه ديالكم منفخه. ولا نحاولوا نخدموا البيض مزيان. كنزيدوا ليهم الكاس ديال العنبه ديال السكر. بالنسبه للبنات الكيسان اللي عندي هما الحجم ديال الكاس ديال العنبه. ولا البنات كنديروا السكر ديالنا. ولا نحاولوا نخدموا مزيان البيض، عاد نديروا المقادير الاخرى. بالنسبه للبنات الا بغيتوا ديروا الكيك يكون عائلي وحجم كبير، ضروري تخدموا البيض بهذه الطريقه، ضروري. يعني بالضرب الكهربائي احسن من الضرب اليدوي، حيت الضرب اليدوي كياخذ الوقت بزاف. فوالا البنات، بعد ما خدمنا البيض ديالنا مزيان تيجي على هذا الشكل، من بعد كنضيفوا المقادير الاخرى. كنضيفوا الزيت، ما تخافوش على البنات، تضيفوا المقادير واحد تبع واحد، يعني ما تخافوش. فوالا تحاولوا تحركوا مزيان بالضرب الكهربائي. بالنسبه للبنات الا كنتو خدمتوا البيض بهذه الطريقه، يمكن لكم تخدموا بالضرب اليدوي، ماشي مشكل، غير البيض هو خص يكون طالع مزيان.
فوالا بعد ما خلطنا الزيت دابا كنزيدو القشره ديال الحامض ديال الليمون، عفوا كنزيدو 2 معلقات كبار ديال العصير ديال الحامض اللي كيخلي الكيكه هشيشه. فوالا يمكن لكم تعوضوا 2 معلقات ديال الحامض ب2 معلقات ديال الخل، يعني اختياري، ولكن في هذه الكيكه اللي درت فيها انا الليمون البرتقال يعني كنفضل ندير الحامض. فوالا نحاولوا نخلطوا مزيان. فوالا بعد ما خلطنا مع البيض ديالنا مع الزيت والقشة ديال الحامض ديال الليمون، دابا كنزيدو العصير ديال البرتقال. ولا البنات بعد ما زيدنا عصير ديال البرتقال دابا كنزيدو الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي قلت لكم البنات، يعني حسب نوعيه الدقيق وحسب، حيت حنا هنا في فرنسا الدقيق ماشي بحال ديال المغرب، ديال الدقيق ديال المغرب حسن شويه من ديال فرنسا حسب التجربه ديالي في الحلويات. هذا الدقيق ديال فرنسا شويه ثقيل ماشي بحال ديال المغرب. ديال المغرب زوين، يعني تشوفوا يعني حسب عينكم ميزانكم. ولا نحاولوا نخلطوا بالضرب الكهربائي او الضرب اليدوي. ولا البنات هكا كتجي الكيكه ديالنا. ولا الخليط، ولا الخليط البنات، ولا يجي لكم على هذا الشكل، ما يكونش ثقيل، يكون على ديروا على شكل 8. ولا باش تجربوه. ولا الدقيق جا نيشان. ولا البنات في الاخر كنزيدو الخميره، ديما الخميره خلوها حتى الاخر، هذه نصيحه مني. الا بغيتو الكيكه تجي لكم زوينه، هو الخميره تخلوها حتى اللافه عاد ديروها. وبالنسبه للفران، يعني الفران تشعلوه وما تحلوش عليه حتى طيب الكيكه ديالكم كتجي زوينه وناجحه. ولا البنات الخليط ديالنا بعد ما ضفنا الخميره، ولا كناخدو المول او اللي غادي ندخلو للفران، وكندهنو بشويه ديال الزيت وكنرشوه بشويه ديال الدقيق كالعاده. دابا كنكبو الخليط ديالنا. ولا البنات بعد ما كبينا الخليط ديالنا، انا عندي البنات المول راه كبير، غير كيبان لكم صغير في الكاميرا ولكن هو راه كبير يعني بحجم عائلي. ولا البنات بعد ما طابت الكيكه ديالنا كتجي تبارك الله غزاله ومنفخه. ولا على هذا الشكل كناخدو غادي نسقيوها بالعصير ديال البرتقال، ولكن تناخدو واحد الكيغدون ونحاولوا نديرو فيها على شكل ثقوب. تكون باقي سخونه، يعني ما تخلوهاش تكون بارده عاد تسقيوها. ضروري تكون سخونه والعصير يكون بارد باش تشرب لكم مزيان. ولا تحاولوا ولا ديروا على شكل ثقوب. دابا البنات نحاولوا نسقيوها بالكاس ديال العصير ديال البرتقال. ولا كتجي بنينه بهذا المذاق، كتجي مسقيه تبقى عندكم شحال من نهار كتجي طريه ما كتنشفش. وجربوا البنات، يعني كيكه عاديه ولكن زوينه، يعني رائعه بالمذاق ديال البرتقال. نحاولوا نبدلوا شويه. صراحة كل واحد والطريقة ديالو في الكيكات، يعني
انا شاركت معكم الطريقه ديالي. فوالا البنات، الكيكه كتجي رائعه جدا، راه كبيره البنات، غير كتبان صغيره فهنايا في الكاميرا، ولكن حجم عائلي كبيره تبارك الله. شوف كيفاش رطبه، يعني شاربه هذاك العصير، وما يعني ما نقول لكمش يعني رائعه رائعه. ولا بالنسبه للتزيين كيجي لكم اختياري. انا غادي ندير واحد الكلاصاج غادي نديرو من الفوق ديال سكر، سكر كلاصي او سكر فوالا، مع العصير ديال الحامض. غادي نخلطو، هذا اختياري، يمكن لكم تزينوها بالشوكولا والكونفيتور. فوالا كنحاولوا نخلطوا البنات شويه بشويه. هذا كيجي زوين مع الحلويات. اللي ما توفرتش عنده الشوكولا ولا الكونفيتور يدير هذه الطريقه، كيجي زوين وكيبقى على الكاطو يعني حتى يعني اسبوع ما كيحيدش على الكاطو. وكيجي زوين المذاق ديالو، ما كيكونش يعني مسكر مع لا، كيجي المذاق ديال الحامض مع المذاق ديال السكر كيجيو مقادين. فوالا البنات، تحاولوا ديروا على الكاطو يكون بارد، ما تحطوش على الكيكه تكون سخونه غادي يذوب لكم. فوالا تحاولوا ديروه من الفوق بهذه الطريقه. فوالا كينشف البنات، كينشف كيجي بحال الشوكولا. فوالا شويه بشويه. فوالا البنات، الكيكه ديالنا كيفاش جات، كتجي تبارك الله غزاله. والكلاصاج اللي درنا من الفوق كتجي رطبه بزاف بزاف. وهذاك المذاق ديال الليمون والحامض كيجيو تبارك الله غزالين. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. فوالا البنات شوفوا كيفاش رطبه، كتجي تبارك الله رائعه. فوالا الغزالات ديالي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال الكيكه ديال البرتقال. كيكه كتجي هشيشه ورطبه، والمذاق ديالها ما نقول لكمش. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، وكنتمنى ان شاء الله تشاركوا في القناه ديالي وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنشكركم البنات على المتابعه، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاكم في الفيديو الجاي، وشكرا على المتابعه.